السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي يوميات حبيبة. وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله حبيت اني نشارك معكم خبز الكوشه ولا خبز في الفرن، ساهل هايل بزاف وجاي بنين كما كنتوا معايا. شاركت معكم زوج طرق. هذه الاخوات اللي راهم بزاف يطلبوا مني خبز، وايضا يطلبوا مني خبز المطلوع. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله بدون اطاله حمر للمقادير وطريقه العمل. ما تنسونيش بنات بليجان. اول شيء هنا بنات راح نبداو بالمقادير. بالنسبه للمقادير واش راح نسحق؟ عندي هنايا اول حاجه نص كاس تاع حليب ونص كاس تاع ماء وربع كاس تاع زيت. الكاس اللي عبرت به هذو المقادير هو هذا الكاس تاعو 220 ملي. عبرت به جميع المقادير. نص كاس تاع حليب، نص كاس تاع ماء وربع كاس تاع زيت. راح نسحقوا ايضا نص مغرفه كبيره تاع سكر، نص مغرفه كبيره تاع خميره الفوريه اللي خميره الخبز، مغرفه صغيره تاع ملح، والملح على حساب الرغبه. عندي هنايا صفار حبه تاع بيض راح ندهن به السطح، والبياض راح نستخدمه في العجينه. واذا كان عندكم صفار البيض فقط يعني ممكن انك تستغني على بياض البيض في العجين. وراح نسحقوا اكيد الفرينه اللي هي الطحين. اول حاجه درتها بنات هي انه ديت هذاك الحليب والماء دفيتهم. هنا ممكن راك تشوفيهم سخونين بزاف لكن ما همش سخونين، يعني ما هزوش كامل الغليه، يعني فقط راكم تشوفي ذاك الفور. دوك تتاكدوا كي نرمي البيض. المهم درتهم هنا في البيتخا، زدت عليهم السكر، زدت الخميره، وراح نزيد عليهم الزيت، ونزيد عليهم ايضا بياض حبه تاع بيض اللي ممكن انكم تستغنوا عليها عادي جدا. هاي ليكم. شوفوا هنا لو كان الحليب راهو سخون بزاف كون راها طابت طاب هذاك بيض، لكن راهو الحليب دافي فقط. هنا خلطتهم شويه ندمجوا. من بعد راح نولي نزيد هنا في الفرينه اللي هي الطحين. هنا نضيفه بالتدريج. لازم نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه وطريه معايا. هنا البنات انا استخدمت بيترا، ممكن تستخدموا اليد تاعكم فقط، يعني تجمعوها باليد فقط. كيما شفتوا معايا ضفت اول شيء هنايا الفرينه. من بعد هنا راح نولي نضيف غير بالمغرف بشويه، ونزيد معها ايضا الملح. حاوليكم هنا راح نزيد الملح ونكمل نعجن. كما ذكرت لازم تكون العجينه عندكم متماسكه والطريه في نفس الوقت. هايليكم هنايا. بعد ما عجنتها مده 7 دقائق هنا راح نحيها وراح نغطيها ونخليها حتى وين يضاعف الحجم تاعها. غطوها وخلوها تختمر في مكان دافي حتى وين يضاعف الحجم تاعها، يعني ما تديكمش وقت لانه راه كميه قليله فقط. هاي ليكم نحاول اني نجمعها ندهنها فقط بشويه تاع زيت. هاي ليكم شوفوا معايا العجينه هنا كيفاش راهي ناعمه ورطبه وتلصق في اليد، يعني راها غير الزيت فقط ما يتلصق لي. كما ذكرت غطوها وخلوها حتى وين تختمر. هنا من بعد ما تضاعف الحجم تاعها شوفوا هاي ليكم، شوفوا معايا كيفاش اختمرت. هنا راح نهبط لها التخمار تاعها. هايكم بهذه الطريقه. وراح ندي هنايا العجينه. انا كنت دهنت هنا اليد تاعي بشويه تاع زيت فقط، وراح نقسمها على زوج. هنا ممكن ديروها على زوج، انا درتها على زوج باش ندير شكلين. نتوما ممكن ديروها على خبزه واحده ودوك تشوفوها معايا. المهم قسمتها على زوج، حاولوا انه يكونوا متساويين. من بعد راح نجيب الصينيه تاعي اللي كنت دهنتها بالزيت كما تشوفوا، ونخبز هذوك العجينه تاعي. فقط هنا ما تكبروهاش بزاف، يعني تكون على كبر اليد، يعني بالمعنى انه كي تحطي اليد تاعك هيك وتحلي الاصابع راح تكون على قدها. فقط هنا ما على باليش على الفيديو راه يبينهم كبار. المهم خبزتهم وراح نغطيهم ونخليهم حتى يعاودوا يختمروا للمره الثانيه. كي يختمروا معايا المره الثانيه هام ليكم. فقط بنات ما ذكرتش انه اي حاجه قلت لكم كي تحلوها ما تكبروش بزاف، فقط ما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه في نفس الوقت. هنا من بعد ما اختمروا ضاف الحجم تاعهم. واش راح نسحقوا هنا؟ نسحقوا هذاك صفا البيض كنت زدت معاه شويه تاع حليب وخفقته باش ندهن السطح. وراح نسحقوا هنايا ايضا النوع الثاني راح ندير هنا الجبن معدنوس. ودوك نذكر لكم واش درت فيه ايضا. اول شيء راح نبدا بالخبزه الاولى، راح ندهنها كامل بصفار البيض، لكن روحوا غير بشويه باش ما تهبطولهاش التخمار تاعها. هاليكم غير بشويه. من بعد
هنا واش راح نستحقوا؟ عندي هنايا السانوج وحبة الحلاوة اللي هي حبة البركة وحبة الحلاوة نورمالمون اسمها حبة الحلاوة، ما على باليش واش اسمها من غير حبة الحلاوة. انا نسحقوا هنايا غران دو بافو اللي هما بذور الخشخاش، وراح نسحقوا ايضا الدجلان اللي هو السمسم، يعني كامل نرش منهم شويه كامل. ممكن ديري نوع واحد، ممكن ديري زوج اللي متوفر عندك. وعندي هنايا هذو بذور دوار الشمس على ما اعتقد، هما ممكن هيك اسمواتهم. وراح نرشهم كامل في الأعلى. كما ذكرت ممكن تكتفي بنوع واحد فقط والاختيار لي. بالنسبة للخبزة الثانية نفس الشيء، راح نمسحها كامل بهذاك البيض. وش عندي هنايا؟ عندي هنايا جبن مبشور، شوية تاع معدنوس، ودرت سنة تاع ثوم صغيرة لكن نحيت لها القلب تاعها وسكرفجته، خلطتهم كامل كما شفتوا معايا مع بعض. ومن بعد راح نديرها في الأعلى بهذه الطريقة، يعني غير بشوية كما ذكرت ما تهبطولهاش التخمار تاعها. راح نجيب ايضا بذور الخشخاش هنا وراح نرش على الجوانب فقط ولا رشوا عليها كامل. من بعد راح ندي الصينيه تاعي ندخلها للفرن اللي شعلته من قبل على 180 درجه، خليها حتى تدي معايا اللون ذهبي من الاسفل، نشعلها من الاعلى تدي معايا اللون محمر والنحل. هنا بنات راح نوريكم النوع واحد اخر. هنا ممكن انكم تقسموهاش على زوج، ديروها خبزه واحده بهذه الطريقه عليكم، يعني ديروها خبزة واحدة بهذه الطريقة. وهذا الشكل الثاني نفس الشيء، يعني درتها خبزة واحدة، هذيك الكمية ما قسمتهاش على زوج، درتها خبزة واحدة. درتها في صينية شكلتها بالأصابع، دهنتها بالبيض ورشيتها هنايا بهذاك الجبن والمعدنوس والثوم، زدت عليها شوية تاع بذور الخشخاش وأيضا الدجلة اللي هو السمسم. هانيكم بهذه الطريقة. وكما ذكرت تدخلي من الفرن اللي تكوني شعلته من قبل 180 درجة حتى 200 درجة، لازم يكون عندك الفرن سخون. تخليهم حتى يدوا اللون محمر من الاسفل، تشعليهم من الاعلى يدوا معك اللون ذهبي وتنحي. من بعد ما نحيتهم لازم حتى يبردوا باش تقسموهم، وهذا هما صدقوني كي يكونوا يطيبوا الريحه تاعهم تشهي هايله بزاف. ودوك نقسم لكم هذه باش تشوفوا معايا كيف جات. فقط بنات ما تصغروهمش بزاف باش ما يجوش خشين. ومام اذا درتيها خبزه واحده حاولي انك ترقيها، يعني مش ترقيها بزاف 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 بزاف، لكن كيما شفتوا معايا الخبزه كبيره بزاف، لانه اذا خشنتيها تجي خشينه بزاف. الا اللي يحبوا الخبز خشين، انا ما نحبوش خشين، نحبوه بهذا السمك. هاي ليكم شوفوا معايا كيف جدت لون ذهبي من الاسفل. في الاخير كم بناتكم نتمنى ان وصفتينا اليوم تكون تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بليجيم اشتراك في القناه، تفعيل جرس ليصلكم كل جديد. تفكرت حاجه واحده اخرى بنات بالنسبه لهذا الخبزه اللي بالجبن، بعد ما تطيب وهي هكذيك تينا سخونه امسحيها من الفوق بزيت الزيتون، والاختيار لك يعني ممكن تستخدميه ولا تستغني عليه. المهم هذه هي وصفتي، نتمنى تكون تعجبكم. وسلام.